بيبدأ فيلم النهاردة مع مجموعة من الحراس وكان معاهم قاضي المقاطعة وعروسته اللي كان واخدها غصب واقتدار ومكتفها، والقاضي بقى كان عاوز يروح يعتدي على عروسته في عربيتها، بس ساعتها بتحاول مساعدته توقفه بس مش بيسمع كلامها وبيروح يعتدي عليها في العربية. في الوقت ده الحراس بيحسوا بحاجة بتتحرك وراهم وبيتفاجئوا بمجموعة كبيرة من الخفافيش طارت عليهم، بس برضه في نفس الوقت كان في حاجة بتتحرك في العشب، فبيروح واحد من الحراس يبص عليها وهو مرعوب، بس بيكتشف انها ارنب صغير، فبيطمن صحابه وبيقول لهم ده مجرد ارنب ما تخافوش. بس فجأة بيهجم عليهم نمر ضخم جدا وبيسحبه من وسطهم، وبدأ بقى يهجم على باقي زمايله الحراس وانقض عليهم كلهم وخلص عليهم، وكمان ما سابش مساعدة القاضي وراح هجم عليها هي كمان. واخر واحد بقى في الحراس ركب الحصان وافتكر انه كده خلع خلاص، بس النمر بيجري وراه وبيوقعه هو والحصان. ولما القاضي اكتشف ان مفيش صوت بره العربية خرج علشان يشوف ايه اللي حصل، بس النمر نط عليه وبدأ يقطع فيه حتة حتة والدم بتاعه ملى المكان. تاني يوم بقى كان في واحد عابر سبيل كده وصل للمكان اللي كان فيه القاضي وحراسه، واتصدم لما شاف الجثث مالية المكان، وبيروح يفتح العربية بتاعت عروسته فبتطلع له من جواها وبتخضه شبه العفريت. المهم تاني يوم كان في 2 رحالة اخوات اسمهم سونج وجين، كانوا مستنيين مسؤول في قصر الامبراطور يخلص لعب بالكرة بتاعته، وبعدها خدوا منه مرسوم ذهبي علشان يوصلوه لمقاطعة يانجو. المهم في طريقهم بيجي شاب وبيقول لهم ان الحكومة حاطة كمان في الطريق علشان في حادثة لنمر قتل القاضي ومجموعة من حراسه، وعرض عليهم ان يرشي الحراس ويخلوهم يعدوا عادي، فعطوله فلوس وراح فعلا اداها للحارس وعدوا من الكمين. بس المفاجأة ان الشاب كان بيضحك عليهم ووقعهم في كمين بعد ما الحراس اتحالفوا مع رجالة الامير شياو وراشوا الشاب ده علشان يوصلهم للمرسوم الذهبي، وعملوا عليهم كماشة وخلصوا عليهم هم ورجالتهم، وما تبقاش غير سونج وجين بعد ما رجالتهم اتصفوا. وقائد المجموعة بقى اللي هجمت عليهم من رجالة شياو جاب سلاح كده على شكل انياب النمر وفضل يقطع في جسم جين علشان يبان انها خدوش نمر ومحدش يعرف انهم ماتوا عن طريقه. وبعد ما دوروا على المرسوم في عربيتهم وما لقوش حاجة، القائد بتاعهم راح لسونج وطلب منه المرسوم، بس سونج رفض يديهوله، فالقائد فضل يضربه. بس فجأة الولد المرتشي بيجري عليهم بعد ما محارب مجهول خد منه الحصان بتاعه وعلم عليه، ووصل عندهم وطلب منهم يرجعوا له الحصان بتاعه. المهم المحارب بيوصل وكان مغطي وشه بالطاقية بتاعته ووقع من على الحصان علشان كان سكران حبتين، ولما شافوه على الحال ده استهانوا بيه وهجم عليه اول واحد، بس المقاتل خلص عليه في ثواني. ساعتها بدأوا رجالة لياو يهجموا عليه واحد ورا التاني بسيوفهم، والتاني يا عيني كان لوحده ومعهوش اي سلاح، بس بالرغم من كده قدر يضربهم كلهم بقوة كبيرة وكان بيشيلهم يرميهم على بعض بكل سهولة. فواحد منهم قدر يجرحه في دراعه بالسيف، قام اداله ضربة قوية جدا طيره على اصحابه وراه. وقتها القائد هجم عليه وقدر يقطع له الطاقية بتاعته، بس المقاتل ده هجم عليه في ساعتها، بس اول ما شاف وشه التاني قال له انت مين؟ فقال له انه اسمه سونجي ووقف يشرب النبيذ بتاعه. فالتاني حاول يهجم عليه بسيفه مرة تانية، بس سونجي ما كانش مقاتل سهل ابدا وتفادى ضربته لحد ما التاني كسر له الفخارة اللي كان بيشرب فيها النبيذ. ساعتها اتعصب منه بشدة وهجم عليه مرة تانية خلص عليه بكل سهولة، واللي كانوا فاضلين من رجالته اول ما شافوه خافوا منه وطلعوا يجروا. بعدها على طول سونج طلب من سونجي انه يوصل المرسوم ده لست اسمها سان يانج وعرفه ان عندها محل في مقاطعة يانجو ويقدر ياخد الذهب والمجوهرات اللي في العربية مكافأة ليه بس يوصل المرسوم. سونجي ما كانش مهتم بيه وكان عمال يشرب في النبيذ براحته، بس لما عرف ان النبيذ اللي عمال يبلعه ده بتاعه وافق ساعتها انه يساعده، وسونج بقى فضل يشكر فيه ومات جنب اخوه. بعدها سونج خدهم ودفنهم ورش عليهم شوية نبيذ علشان يطري عليهم وهم ميتين. في نفس الوقت بقى كان شياو مكتف اللي رجع من رجالته علشان معرفوش يجيبوا المرسوم ومخلي واحد من جنوده يضربهم بالسهم، بس هو بسيفه قدر يقسم السهم نصين جرح الاتنين. الله عليك يا ابني. ساعتها واحد منهم حكاله على سونجي وان هو السبب انهم معرفوش يجيبوا المرسوم بعد ما قتل كل رجالتهم اللي كانوا معاهم، بس الراجل ملحقش يكمل كلامه وخد سهم في وسط دماغه مات.
واحد تاني بقى من اللي كانوا معاه قال له انه عارف مكان سونجي ولما يشوفه هيقتله على طول، فشياو اتبسط منه، بس التاني لخبط في الكلام وقال له ان رجالتك دول مندفعين ومش بيعرفوا يخططوا للقتل. ساعتها شياو اتعصب علشان غلط في رجالته وسحب السيف ضربه بيه، غرق بدمه المكان بالكامل. في الوقت ده سونجي وصل لمقاطعة يانجو وفضل يشرب بقى في اي مبيز يلاقيه في طريقه لحد ما وصل للمطعم اللي سان يانج موجودة فيه، اللي كانت في الوقت ده قاعدة تهزر مع الزباين وكانت مروقة عليهم على الاخر. المهم دخل عليهم سونجي وراح خد من ايديها ازازة النبيذ اللي كانت معاها وفضل يشرب منها وكان مبسوط بطعمه جدا. التانية بقى اول ما شافت معاه المرسوم الذهبي حاولت تاخده منه، والتاني ساعتها عرف انها سان يانج، بس يعني قعد يشرب شوية من النبيذ لحد ما دخل عليهم 4 شباب اللي هم اشباح المنطقة هناك بقيادة واحد اسمه ياو لاوسون، وحاولوا بقى يفتروا على جوزها السيد ماو، فقالت لهم انها مش هتدفع لهم فلوس تاني لو فضلوا يتنمروا عليه كده، فقالوا لها خلاص يا ست الكل احنا كنا بنهزر معاه. المهم بعدها سان يانج حبت ترازي في سونجي وخطفت منه ازازة النبيذ من ايده، فهو خطفها تاني وفضلوا بقى يخطفوها مع بعض ويبينوا لبعض يعني انهم مقاتلين محترفين، لحد ما خطفت منه شنطته ونزلت تحت الترابيزة علشان تاخد منها المرسوم، فسونجي ضرب الترابيزة بايده كسرها 100 حتة على دماغها وخد منها الشنطة. بس قبل ما يمشي سان يانج عرضت عليه انه يجي يبات عندهم النهاردة بالليل، وبعدها لفت لجوزها المحترم وطلبت منه يجهز له احسن اوضه في المطعم بحاله. ياو بقى والشباب اللي كانوا معاه اتغاظوا من سونجي جدا علشان يعني اللي سان يانج عملته معاه، وقرروا انهم هيجمعوا كل رجالتهم وهيعلموا عليه في قلب الشارع. المهم بيجي الليل وبيرجع سونجي تاني للمحل وماو جهز له البانيو اللي هيستحمى فيه وعرفوا انه هيروح يجهز النبيذ لحد ما يخلص، ده غير انه خلاه يشرب معاه نبيذ جواه دمهم هما الاتنين واقسموا يعني على الاخوه اللي ما بينهم. بعديها جاي يديله هديه يديها لابوه، بس سونج قال له ان هو يتيم من وهو صغير، فماو قال له انا برضو زيك يتيم، يظهر اننا شبه بعض. بعدها بياخد بعضه وبيمشي والتاني بيروح يستحمى، بس اثناء ما هو قاعد في البانيو بيحس ان في حد غريب في المكان فبيغطس في الميه لحد ما التاني يظهر. ساعتها بتطلع سان يانج هي اللي كانت موجودة وبترمي عليه حاجات في المية علشان يظهر، بس مش بيبان له أثر. ساعتها بتنزل بقى علشان تهجم عليه، بس سونج بيفاجئها وبيخرج من المية فجأة وبيضربها سيف يد بيشقلبها في الهوا، وبيفضلوا بقى يضربوا بعض هما الاتنين، بس بما ان سونج يعني كان اقوى منها بمراحل عرف يتمكن منها وسيطر عليها بسهولة. في الاخر قال لها انا عارف انك عاوزة المرسوم، وعرفها انه تحت المخدة بتاعته، فسألته على سونج وجين، عرفها ان رجالة شياو قتلوهم وقال لها انا كده مش مدين ليهم بأي حاجة بعد ما سلمتك الامانة بتاعت سونج. وبعد ما خرج من الأوضة ماو كان مفكرهم انهم بيعملوا حاجة غلط وكان رايح علشان يذبحوا بالسكينة، بس لقاه طالع في وشه واخد بعضه ومشى. بعدها سان يانج بتقابل واحد متخفي ورا الباب وعرفته انها جابت المرسوم ورجالته كلهم ماتوا، فقال لها تستخدم سونج كطعم للعدو وهو هيبعت حد ياخد المرسوم، فقالت له انهم ممكن يقتلوه بس قال لها ان هو مش مهم بالنسبه لهم. تاني يوم بقى بيستغرب ماو ان المحل بتاعهم فاضي، وفي نفس الوقت بيخرج سونج من اوضته وبيعرفه ان ماشي خلاص وبيدفع له ثمن النبيذ. فالتاني ساله اذا كان رايح لجيان جانج، فقال له ان فعلا رايح هناك. فماو عرفه ان في نمر ضخم ظهر وقتل ناس كتير، بس سونج قال له انه جه من نفس الطريق وما شافش حاجه من اللي قال عليها. ساعتها جات له سيان يانج وادت له نبيذ واكل علشان لو جاع في الطريق، وحطت له المرسوم من غير ما ياخد باله، وراحت تدي راجل عجوز كده اعمى كوره صغيره حطها في العصايه بتاعته وقالت له ان المرسوم معاها. قام الراجل بقى بعت رساله في حمامه وطيرها. وبعد ما خرج سونجي شاف في طريقه ياو ويجي 100 واحد من رجالته واقفين قصاده وعرفوا ان المنطقه كلها تبعهم وداخلين يشربوا مبيس في اي مكان يعوزوه. ساعتها راح لهم ماو علشان يهدي الدنيا وادالهم فلوس علشان يمشوا، بس وقعوه على الارض وداسوا على دماغه وقالوا له انهم هيشربوا كل النبيذ اللي في المحلات اللي موجوده. ساعتها الدنيا بتمطر عليهم وبيقرب عليهم سونجي وهم بيخافوا كلهم وبيرجعوا لورا، بس قال لهم ما تخافوش انا كنت بعد المحلات اللي في الشارع علشان اشرب منهم كلهم. وقتها طلعوا اسلحتهم واستعدوا، بس سونجي مر من وسطهم بكل سهوله من غير ما اي حد يعمل له اي حاجه، ودخل اول محل وقعد على الترابيزه والعامل اللي هناك قدم له النبيذ والتاني بدا يشرب، بس فجاه خرج من جيبه سلاح وحاول يضرب سونجي بيه، بس قدر انه يتفادى كل ضرباته بكل سرعه. وبعدها هجم عليه شويه حلوين كده ورشق الخنجر في الخشبه ورشق دماغ الراجل في الخنجر، وبعدها مسكه وشاله وهبده على الترابيزه ورماه في الحيطه، دماغه طلعت من الباب. وبيطلع بعدها من المحل وبيدخل للمحل التاني
بس هناك بقى اتفاجئ ان في مقاتل ضخم جدا قد الدولاب، بس ما هموش حاجه يعني ودخل يشرب براحته. فالتاني ضرب الترابيزه واحده من تحت كده كسرها نصين، وسونج طار اترزع في الحيطه، وراح بعدها مسكه طيره تاني في قلب المكان. بس سونج قاوم يعني ما سكتلوش، وقام فضل يضربه في كل حته في جسمه، بس التاني ما اتحركش من مكانه. ده غير انه شاله ورماه لبعيد مره تانيه. بس المره دي سونج قام ومسك جردل النبيذ وقال له خلي بالك انا لما بشرب نبيذ ببقى حاجه تانيه، ومسك برميل النبيذ وفضل يقربع منه. قام التاني مكسره على دماغه. بس بعدها على طول سونج ضربه واحده في زوره، كسر له حنجرته، والتاني وقع ميت. بعدها دخل للمحل التالت، وكالعاده قدموا له النبيذ اللي بيحبه. بس قبل ما يشرب شاف بنت صغيره في اخر المحل قالت له ما تشربش، فسونج سمع كلامها وكب النبيذ في وش صاحب المحل اتحرق. بس في الوقت ده رجالته كلهم قاموا عليه بالسيوف هجموا عليه. بس سونج كان مقاتل ملوش حل، وقدر بسرعته الكبيره انه يخلص عليهم واحد ورا التاني ووقعهم كلهم على الارض. بس اخر واحد خد البنت الصغيره وحط السيف على رقبتها. بس سونجي بسرعه رهيبه حدف عليه عصايه الاكل رشقت في عينه، وبعدها رماه بره المحل وخد البنت وخرج، ومحدش من اللي واقفين بره عرف يعمل له حاجه. وساعتها جدها جه اخدها منه وفضل يشكره انه رجعها له مره تانيه. بس ساعتها بيتفاجئ سونجي برجاله ياو واقفين قصاده محاوطينه، ده غير الناس اللي واقفه بالسهام في الشبابيك. والمشكله ان ياو امرهم بالهجوم، فاللي في الشبابيك ضربوا السهام عليه. بس هو خد الترابيزه واتصدى للسهام بيها وبدأ بقى يضرب فيهم بكل قوته. بس المشكلة ان المرة دي كان عددهم كبير جدا، قدروا يتمكنوا منه في البداية، ده غير السهم اللي خده في صدره. بس قبل ما يهاجموه مرة تانية قدر يخرج السهم وطار عليهم كلهم ونزل عليهم زي الأسد. في الوقت ده ماو راح لسان يانج وقال لها ان سونج بيتخانق بره. بس التانية اول ما خرجت شافت المكان كله عبارة عن جثث ميتة على الارض، وسونج ماسك اخر واحد منهم وبينزل ميت هو كمان. وبعدها كمل طريقه علشان يرجع. بس في الطريق قابل شياو ورجالته، وشياو ساله قال له انت مش خايف من النمر اللي ياكلك؟ فالتاني قال له انا ما بخافش من البني ادمين، هخاف من الحيوانات. ده غير ان سونج قال له ان هو السبب في الخراب بين المملكتين. فالتاني قال له ان الوحده مش هتخليه يفضل امير. فسونج قال له انت سفاح. التاني اتعصب ورمى عليه الشطرنج اللي كان بيلعب بيه وضربه بالقوس بتاعه. السهم رشق في كتف سونجي، ولسه جاي بيسحب التاني علشان يضربه سمع صوت جاي من الغابة من وراه. المشكلة بقى ان ده كان صوت النمر اللي بيبدأ يخطف في رجالته واحد ورا التاني بكل سرعة، ومحدش من كل اللي واقفين كان بيشوفه اساسا. بس بعد شوية بيلمحوا خيال فوق الشجرة، فبيفضلوا يضربوا عليها بالسهام على امل انهم يقتلوا النمر. بس النمر بيفاجئهم وبيهجم على شياو وبيعوره في وشه، وشياو بيفضل يعيط على وشه اللي باظ. فخدوا رجالته وجروا بسرعة علشان يهربوا، والنمر كان عمال يصطاد فيهم من ظهرهم واحد ورا التاني لحد ما بيوصلوا بيه للحصان، ورموا عليه شياو بسرعة وهربوا من المكان. بس النمر فضل يجري وراهم بسرعة كبيرة لحد ما لحق مساعد شياو ووقعه من على الحصان وأكله. بعدها النمر بقى بيرجع لسونجي واللي لقاه قاعد مكانه لسه ما اتحركش. فسونجي بكل هدوء خد الشنطة بالراحة وانطلق بأقصى سرعته، فضل يجري من النمر والنمر يجري وراه. هو فضل يفلت من تحت ايده كده كم مرة لحد ما سونجي طلع على شجرة عالية بسرعة وفلت من ايد النمر بأعجوبة. ساعتها افتكر ازازة النبيذ اللي معاه ورماها على النمر اللي كسرها ببقه، وتقريبا كده داخ شوية اول ما شرب النبيذ. ساعتها سونجي نط على ظهره وفضل يضرب فيه بكل قوته، ده غير انه شاله شخصيا ورماه على الارض. بس لحسن حظه يعني ان النمر كان سكران وما كانش فايق يعمل له حاجه. ساعتها سونجي خد من شنبه شعرتين وقال له علشان انقذتني من شياو ورجالته انا مش هقتلك، بس لو قتلت ناس ابرياء تاني هخلص عليك. فالنمر قال له تحت امرك يا باشا وسابه ومشى. سونجي بقى بعد شويه الاكشن دول كان وقع على الارض لانه خلاص تعب جدا، وكان في 2 من رجاله شياو كانوا عاملين نفسهم ميتين، كانوا خلاص هيضربوه بالسهام ويقتلوه. بس سانيانج جت من وراه وانقذته على اخر لحظه وخلصت على ال2 دول. بعدها خدته للمحل وبدات تعالج فيه، ولما ماو دخل عليهم فكروا مات وقعد يتحسر عليه وكان زعلان عليه جدا. بس سانيانج عرفته انه لسه حي وفضل يحمد ربنا كتير. بس ساعتها الراجل الأعمى بيدخل عليهم وكان عاوز يقتل سونجي، بس سانيانج وقفته وفضلت تتصدى لكل ضرباته وهي بتقوله انه ساعدهم كتير وهي بتثق فيه. بس الراجل وهو بيقتلها عرفها انه لازم يموت لانه عرف حاجات كتير عنهم. بس سانيانج قدرت تتمكن منه وعرفته ان هي مش هتعمل له اي حاجة. فالراجل اتقمص منها ولا انت اول مرة تعصي كلامي يا بنتي، وسابها ودخل وهو زعلان.
بعديها بقى كان سونج فاق وخدته سانيانج وقدمت له مبيز علشان يشرب، وحكى لها بقى انه وهو طفل كان يتيم وما حلتوش غير اخوه اللي كان ساعات بيسرق الاكل واللبن علشان ياكله، بس كان علشان يخليه ينام كان بيحط له مبيز في اللبن، ومن ساعتها وهو بيحب النبيذ زي عينيه. وهي كمان عرفته ان ماو مش جوزها ولا حاجه، بس هي بتعتبره كده لانه شخص طيب وعلى طول بيعاملها بلطف عكس باقي الناس، وطلبت منه لو الدنيا اتظبطت معاه وبقت هاديه ياخدها معاه للقريه وهو راجع، فقال لها انه موافق وهي شكرته. في الوقت ده كان شياو بتعالج من الخدوش اللي عملها له النمر، واخوه جاله قال له انه خطته باظت علشان يبوظ التحالف وكده مصيره هيكون الموت، وامر رجالته انهم يخلصوا عليه، بس شياو هجم عليهم وخلص عليهم بسيف واحد ورا التاني، ورمى السيف على اخوه خلاه ينزل يتهبد على الارض، وقال له خلي بالك انا لسه مصطاد نمر اسود وجوعته علشان خاطرك، وعرفه انه هيبقى وجبته الجايه، وسابه للنمر يتغدى عليه. والمساعد بتاعه جاله وعرفه انهم دوروا في كل مكان عن سونج والنمر وما لقوش ولا واحد فيهم، بس شافوا عمله مميزه في المكان اللي شاو اول ما شافها عرف انها جايه من الشارع بتاع سانيانج. في الوقت ده كان ماو قاعد مع اصحابه في المحل، ولقاهم بيتكلموا ان في مكافاه للشخص اللي قدر يقتل النمر، ولما عرف انها فيها فلوس عرفهم ان سونج هو اللي عمل كده، ووراهم شعرتين النمر اللي خدهم منه لما ما صدقوش كلامه. وقتها كان سونج بيودع سانيانج علشان اخوه وحش وعاوز يرجع له، بس بيلاقي ماو داخل عليه والبلد كلها وراه، والحراس قالوا لسونجي يجي ياخد مكافئته من رئيس المقاطعة. بعد كده سلم على سانيانج وماو ومشى مع الحراس. اول بقى ما وصل لرئيس المقاطعة عرف انه يبقى والد القاضي اللي النمر قتله هو وحراسه، والراجل فضل يشكر فيه واداله المكافأة وطلب منه يبقى كبير الحراس بتوعه، بس سونجي رفض وقال له انه رحالة مش هيشتغل وظيفة رسمية، وقال له يوزع المكافأة على اهالي الضحايا بتوع النمر. وفجأة شياو دخل عليهم وسأل سونجي عن جثة النمر اللي قتله، فسونجي عرفه انه هزمه وخد منه شعرتين كإنذار، وطلب منه ما يأذيش حد من الأبرياء تاني. بس شياو خلع القناع ووراهم الخدوش كدليل على أذية النمر ليه، ده غير انه بيدخل عليهم اهل البلد كلهم وبيعرفوهم ان النمر رجع تاني وقتل البنت الصغيرة اللي سبق وانقذها سونجي. ساعتها سونجي اول ما شافها انهار وما كانش مصدق، وجدها فضل يقول له انه كذاب وما قتلش النمر ولا حاجة وعاوز حفيدته ترجع له. ساعتها شياو قبل ما يمشي عرف سونج انه هيستناه في محل سانيانج. بعدها بقى كانوا رجالة شياو وصلوا لمحل سانيانج وخلصوا على الراجل الأعمى، ولما جت سانيانج تمشي واحدة منهم ضربتها بسهم في بطنها، بس قامت مرة تانية وحاولت تهجم عليها، بس جم الحراس من ظهرها وللأسف قدروا يقبضوا عليها. ده غير انه وهي خارجة من المحل شافتهم وهم عمالين يطعنوا في ماو واتحسرت عليه جدا وفضلت تعيط. ساعتها سونج كان وصل للمكان واكتشف انهم حارقين الشارع باللي فيه، وشاف ماو وهو بيطلع في الروح، فرح له بسرعة، وقبل ما يوصل له بدأ يقاتل كل الحراس اللي في طريقه، وكان بيخلص على اي حد يجي قدامه. واول ما وصل لماو طلب منه يخلي باله من سانيانج ويتجوزها لانها مش مراته زي ما هو فاكر، هو بس كان بيعتبرها من عيلته، وده اخر كلام كان بيقوله، وبعدها على طول بيموت. طبعا سونج بيزعل عليه جدا وبيروح لشياو وهو في قمة غضبه، بس شاف سانيانج وهي متعلقة من ايديها في وسط النار، فسونج قال له ان الحرب بيني وبينك، ليه تدخل ناس ملهاش ذنب؟ فشياو قال له قصدك ان الحرب بين واحد وضيع وحقير زيك وبين واحد عظيم زيي، وقطع حبل من جنبه وقع عليه شوية فخار كده كانوا هيجيبوا اجله، بس التاني لحق يعني يتفاداهم بسرعة، ولسه رايح يهجم على شياو اتفاجئ بالنمر الاسود بتاعه وهو بيهجم عليه بشراسة طيره لبعيد. سونج جاي يقوم مرة تانية، النمر ضربه تاني وكان خلاص رايح له يقتله، بس فجأة بينزل عليه النمر التاني اللي سونج كان متخانق معاه قبل كده وانقذ سونج على اخر لحظة. المهم النمرين بياخدوا بعضهم وبيخرجوا بره علشان يتخانقوا في الشارع، وشياو هجم على سونجي وفضل يضرب فيه بقوة كبيرة وكان خلاص هيخلص عليه بسيفه، بس سونجي مسك السيف على اخر لحظة وشاله من جسمه، بس شياو رجع يضرب فيه اكتر من الاول ووقع تاني سونجي من كتر الاصابات والتعب اللي هم عنده. ساعتها سانيانج فضلت تحاول مع الحبل اللي مربوطة فيه لحد ما اتفك، وخدت السيف وراحت تواجه شياو. قدرت تتصدى لضرباته اكتر من مرة في الاول، بس بسبب قوة شياو الكبيرة قدر يطعنها في كتفها طيرها وقعت جنب سونجي. في نفس الوقت النمرين كانوا بيتخانقوا مع بعض بره، بس بسبب قوتهم المتقاربة محدش منهم كان قادر يقتل التاني. اما سونجي بعد ما اتعصب وقام اخيرا مسك شياو ونزل بيه على الارض وفضل يضرب فيه بقوة كبيرة، بس شياو قام له تاني ووجه له اكتر من ضربة قوية
وشاطه برجله لزقه في الحيطة، بس سونجي ما استسلمش وقام مرة تانية وفضل يضرب فيه بكل قوته وكسر له القناع بتاعه ورماه على العمود. التاني نزل مش قادر يتحرك. في الوقت ده النمر بتاع سونجي كان قدر يتغلب على النمر الاسود وقدر يعضه ونهش في لحمه موته. وبنرجع تاني لسونجي بعد ما نزل ضرب بالبنيات في شياو، وكان بيقوله ان اول ضربة علشان سانيانج والتانية علشان ماو واخر واحدة علشان البنت الصغيرة. بعدها النمر جه وهجم على شياو وفضل ينهش فيه لحد ما موته. وبعد كده سونجي ودع سانيانج قبل ما يرجع قريته، بس هي طلبت يروح معاها، بس هو قال لها ان العالم مليان وحوش اقوى من شياو والنمر ومستنيين اللي يقضي عليهم ويخلص الناس من شرورهم. وبياخد سونجي النمر وبيمشي وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، واكتبوا لنا في الكومنتات لو نمر طلع لكم هتعملوا ايه. وكالعادة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.